تخيلي تعيشي سنين بتدفعي فلوس على الأرض في محاولات بائسة لحل تساقط الشعر، وفي الآخر تكتشف إن الحل في كلمتين: بطلي عصبية وستريس وظبطي هرموناتك ووقفي مواد كيميائية للشعر. تعالى أقولك إزاي قدرت أحقق المعادلتين دول من خلال قطعة جامي سحرية فيها كل المكونات اللي ظبطت مودي وهرموناتي بشكل أبهرني وأبهر كل الناس اللي جربوا الكلام ده بعدي. معلقة كبيرة من زهرة الكاموميل، ومعلقة كبيرة من خلطة الأعشاب السحرية لتظبيط الهرمونات دي، واللي سبحان الله معظمها مشتق من اسم ستنا مريم، وهي المرمرية والروزماري والمورينجا وبرضو الشمر والكراوية واليانسون. وما أدراكوا يا جماعة بفوائد اليانسون بالذات للستات فوق سن 40، وعشان كده حطي كم واحدة كمان من اليانسون النجمة. ضيفي كمان كم واحدة من القرنفل لأنه مضاد التهاب قوي جدا. انزلي عليهم بمج ميه مغليه سعته 250 مللي اللي هو مج الشاي اللي موجود في كل بيوتنا ده. غطي الخليط وسيبيه لحد ما ينزل كل الزيوت العطريه والقيم الغذائيه والفوائد اللي فيه، وتقدري تشربي مجموعه الاعشاب دي كل يوم قبل ما تنامي وتكتفي بالوصفه لحد هنا. بس انا مش عايزه احرمك من فوائد الجيلاتين اللي هو بمثابه كولاجين طبيعي لبشرتك وشعرك وضوافرك وعظمك. فهتجيبيلي 3 معالق جيلاتين وتدوبيهم في شويه ميه وتركنهم لي على جنب. بعد ما تصفي الاعشاب ممكن، وده اختياري تماما، تضيف لهم طعم غذائي صحي ولون غذائي صحي، ودول متوفرين في اي سوبر ماركت. هم بس بيدعموا اللون وبيخلوهم مغريين اكتر بالنسبه للاطفال، لكن بالنسبه لنا احنا نجمه اليانسون والمكونات اللي حاطينها طعمها مقبول جدا. حل الكاندي بتاعك بالسكر اللي تفضليه، انا بفضل سكر ستيفيا وضفت منه معلقتين كبار. ننزل بالجيلاتين بتاعنا ونقلب، وبعدين نرفع على النار لحد ما يدوب تماما ونسيبه يغلي 10 دقايق على نار هادية شمعة. ولما يهدى علشان الحرارة ما تكسرش فيتامين سي نضيف له قيمة معلقة من عصير الليمون. وعصير الليمون مهم جدا يا جماعة عشان بيحرك الكولاجين اللي موجود في الجيلاتين. تقدري كمان تضيفي معلقة من بذور الشيا المنقوعة، وده لأنها السوبر فود وفيها كل المغذيات اللي بيحتاجها جسمك، لدرجة انهم كانوا بيدوها للجنود في ايام الحرب والجوع، لان فيها كل القيم الغذائية الموجودة في كل الاكل. وبس كده هنصب الخليط الرائع بتاعنا في قوالب، وخدي كم واحدة منه كده قبل ما تنامي وادعيلي، لان بالمداومة عليه هيظبط هرموناتك وهيحسن جودة نومك وهيهدي اعصابك بشكل بجد هيذهلك. سيطرنا على الاسترس وظبطنا هرموناتنا وكل الحاجات الداخلية دي خلاص. تعالوا بقى نشوف الحاجات الخارجية، وده العامل الأهم. وقفت خالص شامبوهات وكريمات مليانة مواد كيميائية وكنت بجيبها بأسعار غريبة دي، ورجعت تاني للزيوت الطبيعية وحمام الزيت اللي كنا بنعمله زمان. وفاكرين كمان لفة الشعر اللي كنا بنسميها طاقية أو دوامة دي؟ صدقوني رجعت شعري تقيل ويجنن وكأنها سحر. وعشان كده أنا فخورة قوي ببراند زينة لمنتجات عناية الشعر المصري 100%، واللي مستمد خلطاته من الحضارة الفرعونية، وكل مكوناته طبيعية من الشامبو لحمام الكريم وكريم الشعر اللي عبارة عن زبدة شيا طبيعية واللي طروا شعري طراوة مش طبيعية. ده غير صابونة الجرجير المذهلة دي اللي بجد بجد طولت شعري ومنعت التساقط. بصوا بقى معايا كمان على الأفكار اللي تجنن دي. عملوا ماسكارا من زيوت طبيعية للرموش والحواجب عشان تسهل علينا استخدامها كل يوم قبل ما ننام. وعجبني قوي كمان البوكس الشيك قوي اللي هم مجمعين فيه كل منتجاتهم مع بعض ده، ومرفق بيه كتالوج أنيق قوي يشرح لك كل منتج وكيفية استخدامه. عجبني قوي بقى ازازة توزيع الزيت على الشعر العبقرية دي، لانها غير انها بتوصل الزيت بسهولة لبصيلات الشعر، هي كمان بتدلك فروة الشعر فبتسمح بتدفق الدم فيه وبالتالي اطالته ومنع تساقطه. بيبعتوا كمان مع البوكس الرائع ده علبة مالتي فيتامين هدية عشان يبقى العلاج جوه وبره. تقدروا تطلبوا الكورس ده كله على بعضه كده بخصم 35% بحالهم لو عرفتوهم انكم حبايبي. متاح برضو اننا نطلب كل منتج لوحده عادي، بس نصيحة مني اوعوا تفوتوا الزيت ده، بجد بجد عبقري. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك حبي نفسك واهدي، ما تخليش الدنيا تنسيك انك وردة جميلة محتاجة لعناية من جوه وبره. اتمنى لو الافكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. انا شيماء البهائي.